السلام عليكم ورحمة الله. وصفات اليوم إن شاء الله عصير بالقرعة الحمراء، بما أن هذا هو الوقت ديالها، كتجي تماما فحال المونغ. على بركة الله عندي كمية من القرعة الحمراء، يعني الكمية كتبقى اختيارية. مغسولة بطبيعة الحال، منقية، كنحيدو من هذاك اللب ونحيدو غير شوية من القشرة، نغسلوها مزيان ونخليوها لأن حتى هي فيها الاستفادة، ونسلقوها، نديروها تسلق. هنا من بعد ما تسلقات كنخليوها بالماء ديالها، نعرفوا انها دغيا كطيب، فما تخليوهاش طيب اكثر من اللازم باش ما تفقدش المكونات ديالها. وهنا غادي نطحنوها بطبيعه الحال بالماء ديالها. الا بغيتو تضيفوا حتى خيزو او الجزر مع هاد القرعه حتى هي كتجي زوينه، كتجي مزيان هاد العصير هذا. فبعض المرات كنديروا بالجزر وبالقرعه، ومرات كنديروا غير بالقرعه. هنا غادي نضيف المكون الاساسي ديال هذا العصير، هو الياغورت ديال المونغ، اللي كتجي تماما وكأن هذا العصير ديال المونغ نهائيا. واش كيبان ان فيه القرعه الحمراء، خصوصا الوليدات نعرفوا انهم راه ما كيبغيوش، اكثريتهم ما كيبغيوش القرعه. غادي نضيف الماء البارد، كميه كافيه، يعني كما نتوما بغيتوا هذا العصير، واش بغيتوه خفيف او لا ثقيل. صافي، وكنطحنوا هاد المكونات هذه. وبطبيعه الحال السكر كيبقى اختياري، بالنسبه لي انا ما غاديش نضيف السكر، ممكن تضيفوا الكميه على حسب اللي بغيتو. هنا غادي نصفيه، بما انني خليت شويه من القشور ديال القرعه، فإلا حيدتوهم كاملين ما غادي تحتاجوش نهائيا انكم تصفيو هذا الخليط هذا. وكنتحصلوا عليها بهذا الشكل. كيف قلت ممكن تضيفوا اي نوع ديال الفاكهه لهذا العصير، وتحصلت عليه بهذا الشكل هذا. نتمنى فعلا انكم تجربوه، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، ونلقاكم في فيديو قادم ان شاء الله.